دي طايحه لما بتتلبس يا بنات فوق دماغنا ودماغ اللي خلفونا، بتتلبس كده كده اهو، بداية شعري كله كده وبتتلف على قفتي كده. دي بتتدارى. اي حاجه غير كده انت مش محجبه. شيطانك ما يسوحكيش ويضحك عليكي ويفهمك انك كده محجبه. لا لا، انت كده مش محجبه، انت كده بتحاولي بتجتهدي. اي حاجه تانية غير ان انت محجبه. ما تقنعيش نفسك ان انت محجبه. الحجاب ده ان انت تعفي نفسك، تداري جسمك كله، معالم جسمك ما تبانش، ما تبقيش لابسه الحجاب ولابسه بنطلون هيطرقع من عليكي. لا، ده مش حجاب. اي حاجه غير كده. بارك الله في هذا الشاب، والله العظيم انا كنت فعلا طالع اعمل فيديو عن الموضوع ده وشفته قدامي فقلت لازم انزله، عشان يا جماعه الموضوع زاد عن حد قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بنتك اللي طالعه بالمنظر ده وبالحجاب ده وبالشكل ده هتتسأل عنها يوم القيامة. الفلوس اللي انت بتديها لها عشان تجيب اللبس ده ستسأل عنها يوم القيامة. ده مش حجاب يا جماعة اللي يبين الشعر واللي يبين الرقبة. للأسف بنات اعدادي وبنات ثانوي دلوقتي بقى بيعملوا كده. اما لما تكبري وتدخلي الجامعة هتعملي ايه؟ فخلي بالكم يا جماعة. بنتك بص عليها وهي طالعة، بنتك بص عليها وهي طالعة، بنتك بص عليها وهي طالعة. هتتسألوا عليها يوم القيامة والله العظيم يا جماعة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وانت يا بنت بتعملي في نفسك كده ليه؟ انت بتبقى عرضة للشباب انه يقعدوا يبصوا عليك ويعكسوكي. اتقي الله عز وجل، اتقي الله عز وجل. كل واحد بيشوفك انت عمالة تاخدي بحر من السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. تخيلوا يا جماعة ان تبرج المرأة ما يدخلهاش الجنة ولا حتى تشم ريحتها بسبب التبرج بتاعها. فرسالة للبنات: البسي محتشم، البسي لبس محترم، البسي لبس فضفاض، البسي لبس واسع، البسي لبس يرضي الله عز وجل. ما تلبسيش لبس يفتن الشباب. ورسالة لكل أب وأم: الله يكرمكم ويبارك فيكم، خلي بالكم من أولادكم لأن أنتم هتتسألوا عليهم يوم القيامة. ربنا يسألكم عنهم. شوف بنتك وهي طالعة عاملة إزاي، وأنت شوفي بنتك وهي طالعة وشوفي لبسها عامل إزاي. وخلي بالكم يا جماعة والله العظيم كم بنت فتنت شباب كثيرة بسبب هذا اللبس الضيق والبناطيل الضيقة. ربنا يهديكم ويصلح حالكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.